بعض من المعقدين نفسيا والمرضى، هذول مرضى نفسيين ترى اللي جاي يروجون لهاي الامور. بصراحه انا من خلال برنامجك اقولها يعني وبكل صراحه، زين، مرضى نفسيين معقدين من جزئيه معينه. نجاح المغرب يعني يمكن يأذيهم، او نجاح المغرب يخليهم يعيشون في دوامه، زين، في دوامه غير طبيعيه، زين. يعني هاي فد مساله نفسيه، انا اقول مساله نفسيه. والحل كابتن، والحل زين، الحل انه نتجاهلهم، هذول نتجاهلهم وما نذكرهم اصلا، لانه نرد عليهم رد حازم وقاصم، زين، ثم نتجاهلهم لانه راح يبقون في هذه الدوامه، هم راح يبقون، زين، حتى يسقطون هاي البطوله، وما يردون لهاي البطوله ان تكون واجهه حقيقيه لنجاح هذا البلد اللي انا اعتبره اليوم. يعني شوف المغاربه حقيقه انا يعني يمكن عشت وياهم لاعبين وش اسمه كلاعبين، لعبت ما شاء الله في الدوريات كثير، وكثير من اللاعبين يعني كانوا من اصحابي واصدقائي. يعني شعب جدا قريب علينا، يعني احنا هاي المنطقه، هاي ما كل المنطقه الجزيره الخليجيه والعربيه، الجزيره العربيه، يعني حتى صحيح يمكن عندهم مساله في الثقافات مختلفه شويه، لكن بسرعه ينسجمون وينصهرون بسرعه، ودودين، ناس ودودين، تعرف شنو هم المغاربه بشكل عام، وبالتالي قريبين على قلوبنا، يعني قريبين علينا مع كل مع احترامي لاخواننا المصريين واحترامي لكل اخواننا يعني عرب افريقيا، زين، وانا ما احب اسميهم عرب افريقيا اللي هم بالتالي يعني منسجمين معانا. لكن هي قلت لك هاي المساله فيها يعني مواضيع انا اعتقد مو رياضيه، وجاي وين تنعكس على الرياضه، هدف التسقيط والتقليل من قيمه المغرب في كل شيء. شوف، هو نجاح المغرب يزعج البعض حقيقة، اقول لك بكل صراحه، ودائما الناجح له اعداء، تمام، لكن اذا كان هو يحبك ما بيعاديك، بيوقف معاك، صحيح، نفس اللي شفناه اليوم بين الجماهير، نشوف الجزء المشرق، ما نشوف الزاويه المظلمه، صحيح صراحه مثل المعلق وغيره، وهذا صحيح. نحن نشوف الزاويه المشرقه للعلاقه ما بين البلدين بالضبط والجمهورين. نعم. فبالتالي انا اقول لك يا اليوم هذا النجاح يعني في يعورهم شوي، قلت لك يعور هذا الاعلام، لان اليوم هذا التطور اللي قاعد يصير ما شهدته القاره الافريقيه من زمان. بس هي الاخطر، تدري شنو كابتن محمد؟ الاخطر من يجي توجيه، انا اتمنى ما يكون توجيه، يعني مو موجه. مرحبا بكم مشاهدينا. عندما يتحدث ميثم عادل عن شخصيات هدفها افساد البطوله، هو هنا لا يحلل واقعا بل يمارس سيكولوجيه الحشد. في علم الاجتماع اسهل طريقة لجمع الناس حول قضية هي إيهامهم بوجود عدو يتربص بها. هذا يجعل الجمهور يتغاضى عن أي تقصير تنظيمي حقيقي، لأن التركيز ينتقل من جودة العمل إلى الدفاع عن الوطن أو البطولة ضد المخربين. 15 مغالطة، الكل أو لا شيء. خطاب محمد تقي بأن النجاح بكل المقاييس يعكس عجزا عن تقبل النسبية. في المنطق أي جملة تحتوي على كل، جميع أو دائما هي جملة هشة ومن السهل كسرها. يكفي وجود خطأ واحد بسيط في مواصلات الجمهور أو دخول الملاعب لتسقط مقولة بكل المقاييس منطقيا، لكنه يستخدمها كنوع من الترهيب الفكري. فمن يجرؤ على الاعتراض بعد أن قرر الجميع أن النجاح مطلق؟ 16 تأثير الهالة The Halo Effect. يتم استغلال النجاح في جانب واحد مثل حفل الافتتاح أو الحماس الجماهيري لتعميمه على كل الجوانب، الإدارة، الأمن، التخطيط المستقبلي. المشاهد يقع تحت تأثير الهالة، فبما أن المشهد العام جميل إذن كل من ينتقد التفاصيل هو معقد. كما وصف ميثم، هذا النوع من التفكير يمنع المؤسسات من التعلم من أخطائها، لأنها تعتقد أن الصورة الكبيرة كافية للتغطية على العيوب الصغيرة. 17 تحويل الحوار إلى معركة كرامة بدلا من نقاش فني. أخطر ما في هذا الفيديو هو العاطفة المفرطة، عندما يتحدث المذيع أو الضيف بنبرة حادة واتهامات نفسية. هو ينقل النقاش من العقل prefrontal cortex إلى العاطفة أميجدلا. في هذه الحالة يتوقف المشاهد عن التفكير في هل الكلام منطقي. هو يبدأ في الشعور في أنا أحب بلدي، إذن أنا مع هؤلاء وضد المعقدين. نقطة للتأمل النقدي: إذا كان الهدف من البطولة هو النجاح الحقيقي،
فإن أفضل صديق للمنظم هو المنتقد الشرس وليس المادح المبالغ، لأن المادح يخليك تنام على أخطائك، بينما المنتقد يجبرك على الاستيقاظ وتصحيحها. خطاب ميثم ومحمد في الفيديو يقوم بالعكس تماما، هو يدعو للنعوم والرضا التام ويحارب اليقظة النقدية. هل تعتقد أن هذا الأسلوب الدفاعي الهجومي هو دليل قوة وثقة بالبطولة، أم أنه يعكس قلقا خفيا من أن الانتقادات قد تكون صحيحة